في البداية أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر عن التأخير. أشكر إخواني في تكتل 11/11، والشكر موصول كذلك للجنة التضامنية مع شعب سوريا. أنا ما أدري شنو الإخوان تكلموا، لكن إذا كان هناك من كلمة يجب أن نؤكد عليها أننا في الكويت البعض يحاول أن يخرجنا ودائما نتكلم عن الاتفاقات الدولية ونتكلم عن المصالح الوطنية، وننسى أمر أهم من ذلك كله، ننسى أننا مسلمين، وهناك واجب علينا كمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما يحدث اليوم في سوريا من جرائم بشعة يندى لها الجبين يحتم علينا ككويتيين وكمسلمين في المقام الأول أن نعبر عن وجهة نظرنا ونستنكر هذه الجرائم البعثية التي يقوم بها نظام البعث، وندعم حقوق إخواننا السوريين في مسألة المطالبة بالحرية والمطالبة بعدم كبت الحريات. وما يتعرضون له اليوم هو جريمة نكراء، يجب أن نسجب هذا الأمر. كذلك نعتب عتب الإخوان المحبين على إخواننا في جمعية الإصلاح الاجتماعي والأخوة في جمعية حياة التراث الإسلامي. هي جمعيات إسلامية يجب أن تقوم بدورها في هذا الاتجاه، يجب أن تبين رأيها، يجب أن تشارك الإخوان في 11/11 واللجنة الشعبية في الدفاع عن إخواننا الشعب السوري. أمر آخر استكمالا للنقطة اللي ذكرها أخوي شليمي، أعتقد لم يقف معنا البعض يتحجج ويطالبنا أن لماذا تحاولون أن تخربون علاقات الكويت في النظام السوري. أعتقد أن النظام المصري كان له موقف مشرف أكثر من سوريا. من احتضن اجتماع الجامعة العربية هي مصر، وكان موقف الرئيس المصري حسني مبارك كان موقف مشرف، ولكن مع ذلك الحكومة التزمت الصمت والشعب الكويتي التزم الصمت، لأن هذا حق للشعب المصري لا دخل لنا به. ومع أن الرئيس المصري لم يقتل شعبه ولم ينزل الدبابات ويقتل المصريين، مع هذا الأمر نحن لم ندين ولا نتدخل. البعض يحاول أن يصور أن النظام السوري هو نظام شقيق وصديق. لا، مثل ما قال أخوي ناصر، أن اللي نصرنا هم الشعب السوري. هناك كان مصالح، عداوات، لذلك وقف النظام إبان الغزو الكويت مع الكويت. لكن ما نؤكد عليه أن نظام بشار الأسد لا يختلف عن نظام صدام حسين. كلاهما نظام بعثي، كلاهما نظام جائر ظالم لشعبه. فنتمنى مثل ما قال أخوي أن يكون هناك موقف مشرف لحكومتنا، أن يكون هناك حضور كثيف من إخواننا الشعب الكويتي أمام السفارة السورية لتوصيل رسالة أننا ككويتيين لا نقبل ما يتعرض له الشارع السوري من مجزرة في درعا. في الختام بس أحب أن أؤكد على شرحة كبيرة على بعض النواب الإسلاميين الذين لم يصرحوا إلى هذه اللحظة، وكذلك بعد العتب موصول لإخواننا في جمعية حياة التراث وجمعية الإصلاح الاجتماعي. في الختام أسأل الله أن يحفظ الشعب السوري وأن يزيل هذا النظام البعثي وأن يحفظ سوريا من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الدكتور خالد. والآن نختم ندوتنا بالتذكير بأن هناك يوم الأحد إن شاء الله القادم